هذه إذاعة إرنا. المستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 20 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تطلق سراح 120 صيادا يمنيا. 26 دولة أفريقية تؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا فيها. ولاية القطارف تؤكد خلوها من فيروس كورونا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أكدت مصادر لإذاعة إرنا بأن السلطات الإريترية أطلقت الأسبوع الماضي سراح 120 صيادا يمنيا كانوا محتجزين في إريتريا بتهمة التجسس لصالح الحوثيين. وقالت المصادر بأن هؤلاء الصيادين تم ترحيلهم عبر سفينة ليلا إلى ميناء الحديدة، ولم تذكر المصادر الحوثي أو الحكومة اليمنية شيئا عنهم. وأكدت المصادر لإذاعة إرنا بأن هؤلاء الصيادين خضعوا لتحقيقات وتعذيب في السجون الإريترية للاعتراف بتهمة التجسس لصالح الحوثيين. الجدير بالذكر بأن الإمارات العربية المتحدة تعتقل العديد من الصيادين اليمنيين في عصب بنفس التهمة. وكانت مصادر من المعارضة العفرية قد أكدت في أكثر من مرة قيام سلاح الجو الإماراتي بقصف صيادين عفر في المياه الإقليمية لإريتريا، وذلك تحت حجة الاشتباه في أنهم من الحوثيين الذين تخوض كل من الإمارات والسعودية حربا ضدهم في اليمن منذ عام 2015. أعلنت 26 دولة أفريقية من أصل 54 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فيها. وجاءت تلك الإعلانات في عدة دول، مما جدد المخاوف من انتشار المرض في أفريقيا في ظل الخدمات الطبية المتردية وتدني الوعي الصحي والأمية. وكانت دول جوار أفريقيا كالسودان وإثيوبيا قد أعلنت اكتشاف حالات إصابة فيها، بينما تشير بعض المواقع إلى أن جيبوتي كذلك اكتشفت حالة واحدة لزائر أجنبي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبدت مخاوف من انتشار الفيروس في القارة الأفريقية، خاصة في ظل الخدمات الصحية السيئة والجهل والأمية، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج كارثية في القارة والتي يبلغ عدد سكانها 1,300,000,000 نسمة. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن ولاية القطارف أكدت خلوها من إصابات بفيروس كورونا، في نفس الوقت الذي وجه فيه والي ولاية القطارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتخصيص مركز للإيواء بمنطقة القلابات الحدودية تحسبا لمرض كورونا، إلى جانب تكثيف حملات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطنين للوقاية من المرض. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه يوم أمس الخميس بالدكتورة أميرة هاشم القدال، المدير العام للوزارة وأعضاء اللجنة الفنية للتحسب والطوارئ لاحتواء جائحة كورونا. وأكد المدير العام للصحة خلو الولاية من أي حالة إصابة بالمرض أو دخول حالات مصابة، مشيرة إلى أن اهتمام وزارتها بالطوارئ الصحية والتنسيق مع السلطات المختلفة إنفاذ إجراءات احترازية تمنع حدوث انتقال مرض كورونا لولاية القطارف. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تطلق سراح 120 صيادا يمنيا. 26 دولة أفريقية تؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا فيها. ولاية القطارف السودانية تؤكد خلوها من فيروس كورونا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله
وأهلا بكم سادتي إلى هذه الحلقة في برنامج نافذة ثقافية. في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين تابعتم الجزء الأول من حضور وتشريف أخونا عبد القادر محمد هاشم الشاعر الكبير رجل القانون، التقيناه من السودان. أستاذنا العزيز عبد القادر، مرحب بك في إذاعة إيرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إيرنا. وأنا أرحب بكم ترحيبا حارا بك أستاذ أحمد، الأستاذ الفذ، وجميع المستمعين لهذه الإذاعة الموقرة. أستاذ عبد القادر، لو سألناك عن متابعتك للإعلام الإريتري منذ متى؟ أنا أتابع الإعلام الإريتري منذ وقت بعيد جدا، منذ الثمانينيات أتابع، وكان عندي متابعة دقيقة ولصيقة بالذات بقسم اللغة العربية صوت الجماهير، وبقسم لغة التيغري كريم رحيب ببين. جميل. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن؟ أتابع وإن كان الآن نتيجة بعض المشغوليات لم أتمكن من المتابعة الكاملة التي كانت لي فيما سبق يعني. طيب أستاذ عبد القادر، من خلال متابعتك للإعلام، لأنه المنتوج الإريتري المكتوب باللغة العربية يعني ما في مراصد للنشر كثير، يمكن كانت إذاعة صوت الجماهير والتلفزيون والصحيفة واحدة من المصادر للنشر وكده. متابعتك لما يكتب باللغة العربية من أشعار، كيف يمكن قراءته؟ أستاذ أحمد، كما أسلفت المجال فيه تضييق لما يكتب باللغة العربية أو لما يبث باللغة العربية، والملاحظ حتى صوت الجماهير القسم العربي كبقية الأقسام لا يتجاوز زمنه اليسير، النزر اليسير. نعم. وكذلك صحيفة صوت إريتريا الصادرة باللغة العربية، صحيفة إريتريا الحديثة. صحيفة إريتريا الحديثة. نعم. ولكن مع هذا كله فالصوت صوت اللغة العربية الذي يعبر عن العروبة ما زال متاحا بعض الشيء، وإن كان دون ما هو مطلوب في تقديري. نعم. طيب، في نفس الوقت أستاذنا عبد القادر محمد هاشم الشاعر الكبير، ما ينشر لأبناء شرق السودان في الصحف السودانية، وهذا ما يجرنا للحديث عن الشعر لأبناء البجع عموما، هل يرضي الذائقة؟ نعم. المتلقية مثلا؟ لا يصل درجة الرضا الكامل والمطلوب، وإن كان هو أيضا نقول شيء من لا شيء، خاصة ما نقرأه ونجده في الصحافة السودانية عن إريتريا ليس بالقدر المطلوب. ومع أن عوامل الجيرة وعوامل التداخل بين البلدين وبين الشعبين يتطلب أن تكون اللغة العربية التي تعبر عن إريتريا وثقافتها وعروبتها وشعبها أن تكون بمستوى أوسع مما نشاهده ونراه يعني. نعم. وهي طبعا أسباب كثيرة جدا. طيب، نعم. هل اطلعت على دواوين شعرية إريتريا؟ إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. اطلعت على بعض الدواوين للأستاذ عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه. نعم. رحمة الله عليه. وطبعا ما كتبه الأستاذ كجراي الفنان المعروف المشهور الذي عبر كثيرا عن نضال إريتريا ومعاناتها في فترة الاستعمار، والذي تغنى ببعض كلماته وببعض قصائده الأستاذ إدريس محمد علي الفنان العملاق إمبراطور الفن الإريتري، فك الله أسره. نعم. طيب، وماذا عن الشاعر مثلا شاعر الشرق
شاعر الحراز كما يحلو لنا أن نسميه الراحل المقيم الأستاذ بابكر عوض الكريم. نعم والله يعني له قدح معلى فيما تغنى به لإريتريا وما قدمه، وهذا يعبر كما أسلفت يعبر عن العلاقة الوثيقة بين إريتريا والسودان كشعبين وبلدين متجاورين بينهما كثير من الأواصر والوشائج. نعم. طيب بهذه المناسبة أستاذنا الشاعر الكبير عبد القادر، هل تسمعنا نص كده من الشعر الجميل عندك؟ نعم. تحية أيها الوطن، وطن الإباء به الجنان معلق، والمجد في تلك الربا يتألق. إني أرى أوطان غيري يدونه، من ذا ينافس موطني ويسابق. ليس الثرى مهما يكن متطاولا، شأوى الثريا المعتلية يلحق. يا أيها الوطن الحبيب تحية، من واله يهوى رباك ويعشق. يا من تأصل في النفوس غرامه، فقلوبنا دوما بحبك تخفق. المؤمنون الأولون أجرتهم، وأضفتهم تسمو بذاك وتسمق. فسبقت يثرب للصحابة مؤويا، ورنوا إلى عدل بأرضك يشرق. وبنى مليكك ملكه بعدالة، والحق في أرض العدالة يألق. رجع الطغاة القهقرى لما رأوا طغواهم، حتما بعدلك تزهق. وبصدق أرضك قد منحت شهادة بفم الرسول، ومن لدنه توثق. ولأن شعبك من ترابك أصله، فخصاله صدقا تفوح وتنطق. ولقد غزانا المجرمون تعديا، وقد اشتروا كذبا لذاك ولفقوا. قد ساءهم أن تستقل بلادنا، فتقصدوا كل البلاد وأحرقوا. ونجوسهم بدأ الجرائم ناقضا كل العهود، وما نهاه الموثق. المجرمون يجاهرون بجربهم، ما دامت الدنيا بهم تترفق. غصب النجوس بلادنا. أستاذ أحمد. نعم تفضل. اسمح لي بس معلش اقطع القصيده هنا، ان شاء الله نواصل فيها مره جميل أخرى. جميل جدا والله، احسنت وصح لسانك كما يقال. وحقيقه هل القصيده دي على بحر الطويل؟ نعم، لا البحر الكامل. البحر الكامل. والبحر الكامل نعم، طبعا البحر هو الكامل. نعم. من اصعب البحور. علاقتك بالعروض ايش استاذ عبد القادر؟ استاذ انا العروض يعني ما تعمقت فيه كثيرا، ولكني لي فيه بعض الإلمام. جميل ما جدا. تعمقت فيه كثيرا يعني. أنا قصدي بس حبيت أتوقف، لأنه يعني كثير من الشعراء لا يعرفوا علم العروض بمعنى شنو، وليست هي مشكلة، لكن نعم. هو بينظم شعره على السليقة كما يقال. ولكن في شعراء نعم. يعني يقطعوا وعندهم دراية بعلم العروض ويعرفوا هذا. وهذه قصيدتك الجميلة نعم. المعبرة القوية ذكرتني بقصيدة أنا حاولت يعني أرثي فيها أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه، وكنا في إريتريا ساعتها عندما توفي. نعم. وبقول يعني أقلب طرفي في الخيال وأرمق بشعر فصيح عن لساني ينطق. بليت به دهرا مشوقا مولها، ويزداد لهفي كلما لاح بيرق. من المحفل المزدان بالحب والصفا، لآلئ يكسوها عبير فتفهق. يعني هي قصيدة طويلة. الله أكبر. فذكرتني هذا بذاك. أستاذ عبد القادر. نعم إن شاء الله تمتعنا بهذه القصائد، وقصائدك قصائد رفيعة وراقية جدا. وأنا قرأت لك قصائد في بعض المواقع الإلكترونية، في موقع وكالة زاجل قرأت لك قصيدة عصماء وقصيدة عذبة ومعبرة وعميقة جدا. لك الشكر يا سيد الكريم. طيب بهذه المناسبة أستاذ عبد القادر، نعم. علاقتك بالشعر الغنائي، هل متعامل أنت مثلا، أو يعني الفنانين أخذوا منك نصوص؟ حتى الآن لم أتعامل مع الفنانين، وإن كان عندي إن شاء الله أنه أقدم لهم بعض الكلمات وبعض
أشعار حتى يلحنوها ويؤدوها إن شاء الله. نعم، وليس يعني في وحدين بيقولوا الشعر الغنائي. أنا ضد هذه التسمية، لأنه لو كان الشعر الغنائي هو ذلك الشعر الخفيف اللي بيفتكروا هناي، أيوة. لما كان تغنى الكابلي مثلا بأراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، وما كان تغنى كذلك يا ظنين الوعد، وما كان تغنى كذلك بكثير من الأشعار، يعني حتى كان يعمل رميات من قصائد المتنبي يعني. فأنا أعتقد، فهل أنت مع مدرسة من يقول القصيدة الغنائية؟ لأنه أصلا الشعر هو غناء أيا كان ذلك الشعر. نعم. فعايزين إفادتك في الحتة. وأنا أستاذ أضم إليك صوتي في هذا المشرب الأدبي، أن الشعر كله غناء. وإذا رجعنا إلى أصله اللغوي وإلى الكلمة في الأصل، الغناء يعني من الغنى، والشعر يغني الإنسان بمراميه ومقاصده وأهدافه ومعالجاته. ولذلك كل الشعر أعتبره غناء يصلح لأن يكون غناء. ما في شك، بس تحتاج إلى قامات صوتية وغنائية بمستوى الشعر المقدم وليس إلا. وكثير كمان حتى في الفن المصري، الفنانين المصريين تغنوا بالأشعار القصائد الكبيرة، شفت كيف؟ وزي ما أنت عارف أم كلثوم مثلا، أم كلثوم على سبيل المثال. أيوة، نعم، تغنت بقصائد أحمد شوقي عليه رحمة الله. نعم. وأحسب أنها تغنت بقصيدته التي مدح بها الرسول عليه الصلاة والسلام: ولد الهدى فالكائنات ضياء. نعم. وقصيدة الهادي آدم: غدا ألقاك، صلى الله عليه وسلم، طبعا غدا ألقاك، للشاعر الكبير الهادي آدم. يعني هذه قصيدة من القصائد العصماء. وحتى عبد الحليم حافظ كمان تغنى بقصائد كبيرة. وحتى في قصائد التفعيلة القوية جدا جدا كقارئة الفنجان وغيره. طيب أستاذنا، يعني النسق الذي تكتب به الشعر، هل هو الشعر تكتب بشعر التفعيلة مثلا، ولا هو الشعر أنا بكتب بشعر التفعيلة حتى الآن، وعندي محاولات أكتب بما يسمى الشعر الحر ومن خلال قراءاتي، ولكن حتى الآن أنا ما زلت مستمرا في الكتابة بالتفعيلة فقط. ما هو الشعر الحر في تعريفك؟ أستاذ أحمد، باعتبار أنه هذا التعريف يحتاج إلى تخصص، لكن فهمي له أنه لا يتقيد ولا يكون في ضبط التفعيلة فقط، وإنما يكون متحررا من ضبط التفعيلة. طيب، هل سمعتنا نص آخر أستاذنا العزيز عبد القادر محمد هاشم؟ أستاذ، الآن أنا طبعا معتمد على القصائد موجودة في التليفون، زي ما قلت لك قبل قليل يعني. هو نافذة البطارية، ولذلك إن شاء الله يعني نؤجل القصائد لوقت آخر إن شاء الله. مشكلة التكنولوجيا، ولا يهمك أستاذ عبد القادر. طيب، هل أنت من الناس من الشعراء الذين يحفظون أشعارهم؟ بالعكس، أنا أستاذ المسألة دي ما موفق لها، رغم أنه يعني الحمد لله عندي العديد من القصائد في مختلف المواضيع ومختلف المجالات. لكن يعني لا أستطيع أن أحفظ قصيدة واحدة من قصائدي كاملة. لا، طيب، تذكر أبيات كده معينة ممكن تذكر لنا فيها في أذكر أبيات ولكن الآن القصيدة اللي كنت يعني أقولها، سبحان الله يعني أستاذ، معلش بس الاستحضار ده باقي لي صعب شوية عن إريتريا. ولا يهمك. طيب، مدينة في الخاطر يا أستاذ عبد القادر كتبت عنها، حتى لو ما قرأنا عنها، يعني مثلا كتبت عنها وهي في الخاطر دوما، أي مدينة غير كسلة طبعا؟ والله أستاذ، كتبت عن أسمرة. طيب، ماذا تذكر؟ معلش، ما دام دخلت علينا أسمرة. برضو إن شاء الله أنا خليني للحلقة الثانية إن شاء الله يعني أجهزها وأقدم هذه القصيدة. جميل، إن شاء الله. لأن أنا أريدها أن تكون كاملة وزاهية بحيث لا أختزل منها شيئا إن شاء الله. والله أستاذ،
أنا إن شاء الله هذه القضايا كلها أجمعها إن شاء الله. جميل. هذه إذاعة إرنا. من القصائد الأخيرة هذه القصيدة كتبتها بمناسبة الأحداث في الشرق وفي السودان بصفة خاصة وكذا يعني. طيب نحن سنستمع إليها في الحلقة القادمة إن شاء الله أستاذنا عبد القادر، لأنه الزمن أدركنا الآن ولا أملك. نعم. سيد الكريم. نعم. وشاعرنا الكبير الأستاذ عبد القادر محمد هاشم. ونحن طبعا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأ بقصيدة بور سودان، لأننا هكذا نمتد في كل الاتجاهات. وفي الختام سعدت بلقائك كما سعد بلقائك كل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله سنلتقي بك في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم سيداتي سادتي الشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر محمد هاشم من السودان، وكنت معكم في إدارة الحوار وتقديمه محدثكم أحمد شريف. تحياي وتحيانا جميعا والزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تطلق سراح 120 صيادا يمنيا. أكدت مصادر لإذاعة إرينا بأن السلطات الإريترية أطلقت الأسبوع الماضي سراح 120 صيادا يمنيا كانوا محتجزين في إريتريا بتهمة التجسس لصالح الحوثيين. وقالت المصادر بأن هؤلاء الصيادين تم ترحيلهم عبر سفينة ليلا إلى ميناء الحديدة، ولم تذكر المصادر الحوثية أو الحكومة اليمنية شيئا عنهم. 26 دولة أفريقية تؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا فيها. أعلنت 26 دولة أفريقية من أصل 54 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فيها، وجاءت تلك الإعلانات في عدة دول، مما جدد المخاوف من انتشار المرض في أفريقيا في ظل الخدمات الطبية المتردية وتدني الوعي الصحي والأمية. ولاية القضارف السودانية تؤكد خلوها من فيروس كورونا. ذكرت وكالة السودان للأنباء السونا بأن ولاية القضارف أكدت خلوها من إصابات بفيروس كورونا في نفس الوقت الذي وجه فيه والي الولاية اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتخصيص مركز للإيواء بمنطقة الجلابات الحدودية تحسبا لمرض كورونا، إلى جانب تكثيف حملات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطن للوقاية من المرض. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في برامج إذاعة إرينا، لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.